أنس. لا أنا مستخدم. أنا موجود. طيب يبقى احنا قلنا ايه؟ لو انا هيلخبطني موضوع العروة وكده هرسم مخطط سهمي عادي خالص اهو، وهكتب س وس. عناصرها كانت 2 و3 اهي، نقطة هنا ونقطة هنا، وادي 2 و3 برضو، نقطة هنا ونقطة هنا. الاتنين هتروح للاتنين، والاتنين هتروح للتلاتة. التلاتة هتروح للاتنين، والتلاتة هتروح للتلاتة. بس كده. أوكي. تمام. طيب ما عندنا شوية ملاحظات كده هقولها لكم. تمام. وانا ممكن يعني ايه عشان ما تقلش عليك، أنا عارفة الدرس ده بس طويل شوية، بس الجزء اللي فيه عشان نحل فيه يعني عناصر فالجزء اللي جاي مش طبق. هيبقى يعني ممكن ناخده الحصة الجاية. اه. بس هقول سريعا بس ملحوظات. طيب لما يكون احنا قلنا الملحوظات انا هركز عليها تاني، ان السين في صاد لا تساوي صاد في سين. تمام. طيب لو ضربت س مجموعة فيها عناصر، ضربتها في مجموعة خالية فاي، أو ضربت مجموعة خالية هي لو ضربت مجموعة خالية في مجموعة س فيها عناصر هتديني ايه؟ هتديني فاي. طيب. يبقى مجموعة في فاي هتديني ايه؟ فاي. طيب. أمم. تمام. والفاي دي ايه؟ مجموعة خالية. خلي. طيب لو ألف وب، لو النقطة أو زوج مرتب ألف وب ينتمي لحاصل الضرب س في صاد، يبقى الألف ده عنصر من عناصر س، والب عنصر من عناصر ايه؟ صح. صاد. يبقى الألف هينتمي للسين، والب هتنتمي لإيه؟ صاد. للصاد. تمام. طيب يعني لو قلت لك مثلا 2 و4 ينتموا لحواصل ضرب السين في الصاد، يبقى الاتنين عناصر ايه والأربعة عناصر ايه؟ الاتنين عناصر السين والأربعة عناصر الصاد. الاتنين عناصر السين والأربعة عناصر الصاد. طيب لو ممكن يديني ايه على الجزء ده؟ ممكن يقول لي السين في صاد بتساوي 2 و3، 2 و5، 3 و3، 3 و5، 4 و3، 4 و5. وهيقول لي ايه؟ عايز عناصر س وعايز عناصر صاد. عناصر اه السين تبقى خليني اشرحها لكم بس عشان ايه تعرفوا تجيبوها ازاي. تاني. 2. طيب عناصر السين ادوني فرصة بس اشرحها لكم وهديكوا اسئلة تحلوها. تمام. طيب هنا عناصر س اكيد هي اللي ايه اللي في الاحداث الاول، يعني الاثنين احداث الاول معايا ايه؟ خليني اغير اللون علشان ايه يظهر. الاثنين والاثنين والثلاثة والثلاثة والاربعة والاربعة، دي العناصر ايه اللي في الاحداث الاول. طيب هاجي اقول الاثنين ماشي هاخدها، الاثنين هاخدها تاني؟ لا خلاص خدتها مرة مش هاخدها تاني. طيب الثلاثة اخدها مش موجودة فهاخدها موجودة تاني؟ اه مش هاخدها خلاص. طب الاربعة هاخدها طالما ما كتبتهاش قبل كده، هنا موجودة تاني ماليش دعوة بيها. يبقى دي عناصر س، الاثنين والثلاثة والأربعة. طب عناصر الصاد هي اللي موجودة في الإحداث التاني، الإحداث التاني اللي هو إيه؟ اللي هو الثلاثة والخمسة، 3 و5، 3 و5. حاجة بص الثلاثة هاخدها، موجود إيه؟ الخمسة هاخدها، ما كتبتهاش يبقى هاخدها. الثلاثة كتبتها خلاص مش هاخدها. الخمسة كتبتها خلاص مش هاخدها. الثلاثة كتبتها خلاص مش هاخدها. الخمسة كتبتها خلاص مش هاخدها. يبقى انا كده عناصر الصاد ايه؟ 3 و5، لان انا ما بكررش في المجموعه، المجموعه ما بكررش ايه؟ العناصر. تمام. تمام. طيب ممكن يديني مثلا كده وما يقوليش عايز عناصر س، يديني س في صاد ويقول لي عايز صاد في س، يبقى انا محتاجه اجيب س في صاد الاول عشان اعرف ايه؟ اضرب صاد في س. تمام. او يقول لي عدد عناصر س كام.
او يديني مثلا يقول لي ايه نون، يديني مثلا ده ايه السين في صاد اهي، تمام، يقول لي نون السين بتساوي مثلا، مش هيديني طبعا ده انا ايه طالبه، هو بس مديني حاصل ضرب مثلا ده، ويقول لي نون في س بتساوي او نون السين بتساوي 3، ونون السين في صاد بتساوي 6، عايز نون الصاد. او ممكن ما يدينيش دي اصلا، يديني بس نون السين بتساوي 3، عايز نون الصاد. طب هعرف ازاي؟ طب انا معايا ايه نون سين في صاد، هعد الازواج المرتبة، ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى نون سين في صاد 6، يبقى نون السين كام؟ نون الصاد اسفة. آه، 9 ولا انا مدياكوا حاصل ضرب السين في صاد، وقلت لكم ان عناصر سين 3، اه يبقى نون طب صاد كام؟ 5 ي- ولا 9 3 برضو. بصوا تلات. على الشركة كويس. لحظة، مش هم 9. دول كام زوج مرتب؟ 9 أزواج مرتبة. فين التسعة اللي انت بتجيب منين التسعة؟ ثواني، مش احنا قلنا، مش احنا انا يبقى 3 عديتهم برضو. قدامكم طلعوا 3 6. 3 برضو. ثواني، لا، هو 2 اتصال 2. 2 عشان انا بضربهم في بعض، بضرب عدد العناصر. ثواني، مش حضرتك بتقول هم 9 أزواج؟ لا، مش هم دول 6 مش ما 9. قلتش 9، ما قلتش لا، 9، أنا سمعت 9 ولا قلت. انا قلت. انا عديتهم، انا عديتهم قدامكم ليه؟ لان انا مديني بس سين في صوت، هو مديني سين في صوت، مش مديني اي حاجه غير ان هو قايل لي عدد النون سين بكذا، فهضطر اعد الايه الاعداد. أعداد. طيب مثال على المساله اللي فاتت دي، بيقول لي السين بتساوي عناصر سين 3 و4 و5، والصاد 5 و6، عايز صاد في سين بمخطط فهمي، وعايز سين 2 بمخطط بياني. طيب عشان قبل ما نخلص الأذان، محمود هيحل لي السهمي وأنس البياني على البورد دلوقتي. خلينا نفكر. يا ميس؟ نعم يا أنس. كنت بسأل بس إن أصل الشاشة كانت لونها أسود عندي. طيب، طيب سين عايزة سين 2 أو سين في سين بمخطط بياني، مخطط بياني. محمود هيحل مخطط سهمي صاد في سين
وأنس مخطط بياني في س. مخطط بياني ده اللي هو أفقي مربع. ورأسي. أنا هو أفقي ورأسي. اللي هو ده ولا؟ لا، مخطط البياني اللي هو برسم السين في الأفقي والصاد في الرأس، كأني برسم محور الإحداثيات اللي هو كان كده. اه ايوه افتكرت. هكتب بقى هنا 23 بس 2 اللي هي هتبقى هنا 3. محمود، حاول السهم يبقى في النص هنا عشان انت لسه هتربطه بحاجة تانية. يعني ازاي؟ يعني قصدي عشان لسه هيجيله سهم تاني من هنا عشان ما تلخبطش الدنيا. يعني خليه في النص كده، يعني ما تخلوش هنا، ما تخليش السهم هنا في الأول. اه يعني مش هوصله لغاية التلاتة، اخليه هنا. مم. لا، اوصله لغاية تلاتة، قصدي السهم نفسه ما تكتبوش على اه الحرف ده. السهم فهمت. وده نعمله هنا، نعمله هنا. خلاص كده الصوت في سين. تمام. احنا بنعمل ايه يا انس؟ نرسم خطوط كده، خطوط أفقية وخطوط رأسية. بعدين بعمل ايه؟ بكتبهم بقى. اه، بقول مثلا النقطة هنا انت كده يعني النقطة 5 و5 اهي، بقول دي 5 و5. النقطة 5 و4 اهي، بقول دي 5 و4، وهكذا. حدد النقاط اهي واكتبها. 5 و3. خلاص تمام. المهم بس ان انت ايه رسمتها، انا هي تاخد وقت في الكتابة هنا على طول. اه طيب، أمثلة سريعة وهنكمل علاقة على هنكمل علاقات على المجموعات، العمليات على المجموعات بكرة إن شاء الله. تمام. هي تمام. التقاطع خدنا عنها فكرة قبل كده يعني، تقاطع والاتحاد وهكذا. طيب، اوكي. أسئلة سريعة. لو قال لي نون س بتساوي 3، ونون س في صاد بتساوي 12، يبقى النون الصاد بكام؟ اقولها 4. 4. 4. ماشي. طب لو قال لي صاد عبارة عن -1 و0 و1، ونون س في صاد بتساوي 15، يبقى نون س 2 بتساوي كام؟ نون سين 2 تساوي آه، 30 ولا؟ 5. نون الس 2 لا هي مش دي كام عدد؟ هي دي سالب دي وايه؟ مش شايف. 0 وسالب 1 و1. خلاص دي ودي كانت ودي 15، نون س في صفر 15. هتبقى 5. 15 هو مش عايز نون س، عايز نون س 2. نون س 10 2. لا نون س 2 هيبقى 25. 25. 25. 25. طيب لو قال لي إن نون س 2 بتساوي 4، ونون س في صاد بتساوي
4. يبقى نون الصاد 2 كام؟ صوص 2 هتساوي 4 برضه. 4 برضه. ممتازين. طيب نكمل عمليات بكرة بإذن الله، نكمل باقي الدرس بكرة، العمليات على الإيه وباقي الدرسين. تمام، هو درس طويل شوية. تمام. ماشي، أشوفكم بكرة بإذن الله. يعني السلام عليكم.